هاد السيد كان غادي للدراجه ديالو راكب فوق منها، واحد اللحظه غادي يتفاجأ بان هاد الشخص الثاني ما كيعرفوش وجا ركب موراه وبدا كيامرو باش انه يوصلو للبلاصه فين غادي. بدا كيتساءل وما فاهم والو الاخوان، وكما كتشوفوا الملامح ديالو كتبين بانه مصدوم من هاد الامر اللي قام به هاد الشخص هذا. ولكن ملي غادي يوصلو لهاد البلاصه فين كان باغي، غادي يتفاجأ بانه غادي يعطيه واحد المبلغ ديال المال. تما عرف الاخوان بانه اصلا هو واقف من الخدمه ومحتاج لهاد الخدمه هذه، وبدا كيوصل الناس. ولكن الاخوان ملي رجع للبلاصه اللي هز فيها السيد، غادي يتفاجأ بان هاد الناس هادو الاخوان عندهم هاد الدومين هذا وخاصو يشد معاهم الصف الا بغى يخدم. تما بدل البلاصه وغادي يجي هاد الخياط اللي كان مسرع الخوت وصلو للمتجر ديالو، وبدا خدام الاخوان. يعني كما شفتوا الكليان الاول وهذا الكليان الثاني، وواحد اللحظه غادي تشوفوا هذا المقاول اللي لابس مزيان وكان مزروب مشى كيجري الاخوان. يعني ما لحقش انه يعطيه الاجره ديالو، ودخل وبدا كيتسناه. تما غادي يبان له هذا الاونطين هذا اللي اصلا التلفازه ديالو في الدار ما خداماش، واستغل هذه اللحظه اللي كيتسنى هذا الشخص هذا وطلب من هاد العساس انه ياخذ هاد الاونطين، وقال له ماشي مشكل. تما رجع عنده هاد المقاول وغادي يعطيه واحد المبلغ كبير اللي خلاه مصدوم الاخوان. تما غادي تشوفوا يعني هاد الثمن هذا اللي ما عمره ما شدوه الخوت. وتما عرف بانه يعني الامور بدات كتحسن والابتسامه بدات كترسم على الوجه ديالو، ومشى نيشان باش انه ياخذ واحد 2 كيلو ديال التفاح اللي هو اصلا ما عمره خدا هاد التفاح هذا. ولكن للاسف كما كتشوفوا في الطريق بدا كيطيح له. ماشي مشكل، ملي وصل للدار وعدل العائله ديالو هاد الاونطين باش انهم يبداو يخدموا التلفازه. وفي الليل كما شفتوا العائله كامله بداو كيتهلاو في هاد الموتور اللي هو ولا كيدخل منه واحد المصدر ديال الرزق. والسيد كما كتشوفوا الامور ولات خدامه معاه مزيان، ولا عامل ديال التوصيل كما شفتوا مشى لهاد الشركه هذه وبدا كيوصل الثلاجات للناس. واحد اللحظه كما شفتوا الموتور ديالو غادي يتخسر، وكان تابع هاد السائق اللي غادي يوصلو للدار ديال اللي شرى هاد الثلاجه، ولكن غادي يتلف عليهم. تما كما شفتوا بدا كيفكر وبانت له انه يهرب بهاد الثلاجه وجابها للدار. لكن عنده واحد المراه الاخوان اللي متقيه الله وقالت له ما عندنا ما نديرو بالحرام، رجعها بحالها. هو ما عرفش الاخوان فين غادي يرجعها، وبانت له انه يديها يبيعها. كما شفتوا بدا كيحاول انه يعرضها على هاد الناس اللي كيبيعوا هاد الادوات المنزليه، ولكن حتى شي واحد ما طلبها منه. وتما غادي يشوف هاد